مخبوزات الأفران مخبوزات بطعم وريحة زمان. كل أنواع المخبوزات هتلاقوها عندي في القناة. في اللي هتلاقوني بخبزه في الفرن وده هيبقى بسيط جدا، وفي اللي هتلاقوني بخبزه في الطاسة على البوتاجاز عشان نسهل على بعضنا الموضوع. يلا بينا ندخل على طول على بقى في الوصفة. النهارده بإذن الله هنعمل ايه؟ نص كيلو دقيق هنطلع منه كمية كبيرة جدا. بوريك الأفران التحفة بأسهل وأبسط طريقة ممكن تتخيلوها في حياتكم. معانا نص كيلو دقيق وتعالوا عليا عشان نبدأ العجن. مخبوزات شيماء وفلاحين مصر. نص كيلو دقيق منخول كويس جدا. معلقة كبيرة من الخميرة ممسوحة مش مليانة، معلقة ممسوحة هنا كده، وكمان معلقة من دي سكر كبيرة، والملح ربع معلقة صغيرة هنا كده اهو. وايه تاني اللي هيديها اللون؟ طبعا معلقة من دي مليانة صلصة اهو كده. ممكن تضيفوا شوية كركم كمان لو حابين. شوية زيت. شوية الزيت دول قد ايه بقى؟ بتاع 5 معالق، ربع كوبايه صغيره كده. بصوا الكوبايه قد ايه؟ ربع كوبايه لحد هنا كده. وكمان هنعجن بايه بقى؟ هنعجن بزبادي. انا عندي زبادي اهو، دي كوبايه زبادي كبيره، وطبعا ده اختياري، ممكن انتوا تعجنوا بميه بس مع الحاجه دي، بس انا بقى حابه ايه؟ حابه اعجن بالزبادي، يعني العجينه بتبقى طريه وجميله. ونبدا ان احنا نعمل كده اهو عشان الصلصه تسيح معانا في السوائل دي اهو، والعجينه كلها تتلون. ما تحطوش الصلصه على الدقيق كده مباشر. ونبدا بقى نلم العجينه بتاعتنا كده. انا خدت معايا بالظبط كوبايه زبادي كبيره. لو انتوا عندكم كوبايه زبادي صغيره تمام. عايزين تعجنوا بميه، انا جبت ميه بس ما استعملتهاش اهو. عايزين تعجنوا بميه برضو تمام، مفيش مشكله. خلاص لو كوبايه الزبادي عندكم كوبايه صغيره وما كفتش، لكن انا بصوا كوبايه الزبادي الكبيره اللي حطيتها بصوا. طب هي بتلزق كده ليه يا شيماء؟ معلش احنا عايزينها بتلزق شويه اهو. بس ايه بقى؟ بس قبل ما المعلومه تضيع مني كده، لو كوبايه صغيره ممكن وما كفتش ان انتوا تعجنوا بيها، زودوا ميه عادي لحد ما العجينه تبقى معاكم كده بتلزق شويه كده. انا عايزاها طريه تمام. هنعجنها بقى كده بصوا اهو. هنروح ونيجي بيها كده اهو شويه كده حلوين، بتاع ايه مثلا 10 دقايق. عملتها في الصينيه دي ماشي، وانا بعجن فيها بقالي فتره كبيره على فكره، بس بصراحه ريحت ايدي مرتين، يعني خليت ايدي ترتاح مرتين لان ايدي وجعتني بجد. بصوا العجينه اهي، التلزيق حتى بتاعها قل، يعني انا فضلت اعجن فيها لحد ما التلزيق بتاعها قل وفتحت كده. بصوا العجينه مفتحه ازاي من جوه اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنلم العجينه بتاعتي بعد عجن لا يقل عن 10 دقايق. تمام اهو. تعالي كده يا نور، كوبايه بس اللي كان مكانها زيت اهي. وغطوا لنا العجينه دي تخمر، وبعدين نبدا نحشيها ونشتغل فيها. بصوا بسم الله ما شاء الله العجينه يا جماعه طالعه تحفه تحفه تحفه. رشيت هنا بس تبديل الدقيق خفيفه كده، وهبدا انزل بالعجينه بتاعتي اهو. تعالوا بصوا يا جماعه نازله عامله ازاي، شايفين؟ بصوا عامله زي الريشه بجد اهي. خفت بس كده، وريحتها يا جماعه خطيره، ريحتها خطيره بجد. في ناس بتفرد العجينه دي رول كده قد ده، مش بتفردها كده مدوره كده وتجيب كوبايه وتقطع. انا ما بعملش كده بصراحه، انا هوريكم اهو. بصوا انا اعملها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدا اقطع فيها ايه كور صغيره على قد انا بحب اعملها كور وبعدين افردها. انا شايفه ان كده احسن لي يعني، وما برميش حاجه من العجينه ولا بتهدر حاجه ولا الكلام ده، وكل واحد حر طبعا. اقطعها بس كور كده ونبدا نفردها مع بعض ونحشيها. خلصت تقطيعهم اهو، بس على طول هبدا ان انا اغطيهم بحاجه، يعني فاهمين كده، كيس خفيف، كيس بلاستيك، قماشه، الكلام ده كله عشان بس ايه العجينه ما تنشفش معايا.
طيب معايا ايه؟ معايا جبنه اهي. الجبنه دي يعني حادقه شويه، طعمها حادق شويه، ما ينفعش بجبنه عادبه عشان يبقى فيه بس تدي طعم للعجين كده. خلاص. ومعايا حبه البركه، ومعايا ايه؟ هوريكم دلوقتي انا هدهن الوش بايه، بس اما اخلص. تعالوا كده. ايه هي ولا حبيتكم حتى من غير اي حاجه. انا شايفه بصراحه ان دي اسهل حاجه بالنسبه لي. وهمسكها كده وهجيب معايا الجبنه اللي انا هحشيها بيها اهو. على فكره ده النص كيلو عمل معايا كميه حلوه جدا. بصوا زي ما اكون بالظبط بعمل قطايف. بصوا هنقفل كده اهو زي ما اكون بقفل ايه قطايف اهو، بس قفلي كويس ماشي. لون العجينه من معلقه الصلصه حلو جدا اهو. وبعد كده الصينيه بتاعتي اللي هخبز فيها على طول اهو. بصوا كده. وهكذا بقى كل واحده هعملها زي ما انتم شايفين كده. افردها بايدي بنشابه باي حاجه. ودي طريقه سهله جدا. بصوا النص كيلو قد ايه، هعدهم واقول لكم طلعوا قد ايه. وهقلبها وهاخد من الجبنه وهبدا اقفلها كده زي الايه القطايف، بس اقفله كويس بقى عشان ما تتفتحش. تمام اهو. هي بتبقى كده بالشكل ده اهو. قد ايه؟ طلعوا 35 حبايه. بس على فكره انا مكبراها، يعني انا هي كبرت مني بصراحه، يعني واحده خليتها صغيره اهو والثانيه كبرت مني شويه ماشي. انتوا بقى حاولوا تعملوا العجينه كلها قد الليمونه كده، هتطلع معاكم 35 حبايه وممكن اكتر كمان ماشي. طيب تعالوا بقى بصوا كده. حابه ادهن الوش بايه؟ خصوصا في دي، يعني في مخبوزات كده بحب ادهن الوش بده. دي معلقه حليب بودر صغيره عليها معلقه حليب سايله، يعني مقلباها بيها كده. حليب بودر على حليب سايل، الاتنين معلقه صغيره ومعلقه صغيره اهو. وهنزل كده بصوا عاملاها بصوا سميكه كده اهو على الوش. تمام بالشكل ده كده اهو كده. عايزين نحاول ما نوقعش في الصينيه عشان ايه. بص طبعا احنا دلوقتي هنسيبها تخمر لسه، احنا لسه ما ايه، لسه في مرحله تاني ان هي هتخمر يعني اهو. طب عشان ما اطولش عليكم انا معايا حبه البركه اهي وعلى الوش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. اظن احنا كده مفيش اي حاجه صعبه بنعملها. حاولوا ما توقعوش وانتوا بتدهنوا الوش، حاولوا ما تخلوش الخليط ينزل في الصينيه عشان بتلزق ماشي اهو. هنسيبها تخمر بقى، ولما تخمر هوريها لكم ونخبزها مع بعض يا جماعه. ربع ساعه في المرحله الاخيره بعد ما بنشكله وبندهن الوش كده. في المرحله دي ما تسيبوهوش يخمر معاكم كتير، ربع ساعه بالكتير، بالكتير قوي ربع ساعه. ممكن في الشتاء نزود شويه عن كده عشان لما بيخمر قوي العجينه بتفش معانا، بتفش وبتبقى فشه من جوه، بتبقى يعني مش حلوه ماشي. تعالوا بقى كده بصوا النار اهي، يعني مثلا ممكن على درجه حراره 200 كده اهو. ما بيقعدش في الفرن اكتر من 10 13 دقيقه كده. بصوا كده خد قد ايه في الوقت، خد تقريبا 13 14 دقيقه. تمام كده. وطالع بصوا اوريهولكم دلوقتي بس لما يطلع. اللي انا عرفت يعني اصورهم لان هم كانوا الباقي، يعني هم دول اللي باقيين اهم. بصوا بس طبعا النتيجه مبهره 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 بجد، تحفه تحفه. يا ريتكم بجد كل المعجنات والمخبوزات تعملوها بالطريقه دي. انا والله العظيم فرحانه من كتر ما هو مبهر. بصوا يا جماعه الجمال، بصوا بصوا. والحشوه اللي انتوا عاوزينها، انا كان عندي نوع الجبنه ده فحشيت، بس هي بتبقى حلوه لما تبقى حاجه يعني طعمها حادق شويه. بصوا الجمال والحلاوه، بصوا الفراغات، تحفه تحفه وما فيهوش اي حاجه صعبه بجد يعني.